بالفعل بقى في شبكة العالم. في شبكة العالم. بالأمس افتتح وزير الآثار معبد هبس بالواحات. حول أهمية هذا المعبد الأثرية والتاريخية وأيضا السياحية لنا هذا اللقاء مع الأستاذ عماد المهدي عضو اتحاد الأثريين والباحث الأثري. أستاذ عماد بنرحب بيك وصباح الخير. صباح الخير يا حضرتك. يعني هذا المعبد وافتتاح جديد ينضم إلى المقررات السياحية الجديدة المتطورة، حضرتك توضح لنا أهمية هذا المعبد وملامحه. طبعا معبد هبس هو طبعا ده اسم إغريقي يوناني والمصطلح هب وبيعني المحراس، لأن كانت الأرض ديت أرض خصبة جدا لما تحتويه من مياه جوفية. يعني إيه يا فندم؟ دي كلمة هب محراس في مصر القديمة بتعني محراس، لأن كانت الأرض دي أرض الواحات، المنطقة دي كانت منطقة خصبة جدا بالمياه الجوفية، يعني بنقول مثلا ان الواحات فيها حوالي 400 عين من المياه الجوفية. طبعا دي أرض صالحة للزراعة وكانت خصبة جدا. فأطلق عليها هب، وطبعا باللغة اليونانية هبس بمعنى المحراس او الارض مرتبطه بالزراعه. طبعا بتكمن اهميه المعبد دوت، لان دوت الاثر الوحيد اللي باقي من الحقبه الزمنيه بتاعه العصر الصاوي، اللي هو العصر الفارسي والبصلمي والعصر الروماني. فهنا بتكمن اهميه المعبد. وطبعا عايز اقول يعني دي خطوه ايجابيه جميله جدا ان احنا نبدا نعمل عمليه جذب سياحي لمنطقه الواحات الداخله والخارجه والواحات البحريه، لان يعني لازم نستغل صحراء مصر الغربيه. فدي طبعا خطوه مهمه جدا، ورغم ان اتاخرت كتير حوالي 17 سنه اتقفل فيها المعبد. تكلفته تقريبا دخلت حوالي 70 مليون جنيه مصري في عمليه الترميم فيه. لكن بدايه الترميم والتطوير فيه كانت منذ فتره طويله. من فتره طويله يعني، هو بدا فيه العمل رسميا في 2005. طبعا احداث الثوره عطلت الموضوع شويه، فالحمد لله ان هو ابتدى يتفتح، وان شاء الله هيتفتح للزياره قريب جدا يعني خلال ايام باذن الله. طب ان شاء الله. يعني معبد طبعا ماذا يضم هذا المعبد؟ المعبد طبعا هو خصص لثالوث طيبة اللي هو أمون وزوجته موت وابنه خنسو اللي هو رب القمر. بنقول مثلا ان كان الفرس وعايزين يتقربوا للمصريين، فكانوا دايما بيتقربوا من الناحية الدينية شوية، فكانوا بيعملوا المعابد دي خصيصا عشان يقول للمصري القديم ان احنا يعني على اتصال ديني وعلى اتصال بالشعب المصري. فكان عملية يعني زي ما نقول كده يعني مغازلة لكهنة أمون. فاتعمل المعبد على هذا الاساس لتقريص عباده ثالوث طيبه، والثالوث برضو ايزيس واوزوريس وابنهم حورس. فطبعا بتكمن اهميه المعبد طبعا في اهم ما فيه في 3 بوابات: البوابه الرومانيه والبوابه البصلميه والبوابه الفارسيه. دي اهم ما فيه يعني. فبيتكلم مثلا عن البوابه الاولى مثلا فيها نقوش عن التشريعات اللي وضعها الملك. ايوه، تشريعات سياسيه واقتصاديه. أيوة. نقوش تعبد للثالوث امون وموت وخنسو. أيوة. في طريق الكباش، في صاله مستعرضه، في برضو القدس الاقداس، يعني نفس الطراز المعماري في المعابد المصريه القديمه. ولكن زي ما بنقول اهميه المعبد ده ان هو يعتبر القصر الوحيد لهذا الفتره الزمنيه للعصر الصاوي، بتعود مثلا من فتره من 660 ل 330 قبل الميلاد. يعني أستاذ عماد، يعني عادة مثل هذه المعابد احنا بننظر لها كمرآة بتعكس شكل الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية. من كلام حضرتك قلت ان طريق الكباش منحوت ومرسوم على جدران هذا المعبد، على الرغم ان طريق الكباش ده في جنوب مصر. لا، هو كل معظم المعابد يعني طريق الكباش يعني ده في بدايه دخول المعبد، يعني بطريق الكباش يعني البوابه الرئيسيه طريق الكباش. بعد كده عاملينه بنفس طريق الكباش، يعني كباش مرصوصه كده. ايوه بالظبط، حوالي 7 حتى. يعني الغريب في الامر ان فيهم 2 تم اكتشافهم كانت طمسهم الرمال في المنطقه دي. طبعا في عوامل التعريه هناك. أيوة. فمنهم 2 يعني اكتشافهم قريب حوالي 2007. كانوا مدفونين تحت الرمله وتم كشفهم. طيب ماذا عن بقيه الاسرار عن هذه الحقبه الزمنيه عن المجتمع المصري وقت بناء هذا المعبد؟ والله طبعا هو الحقبه الزمنيه ديت يمكن كمان مجاور ليها. بنتكلم مثلا عن مدينه البكوات او مستعمره البكوات دي شمال المعبد. دي كانت بتضم المسيحيين اللي كانوا في وقت الاضطهاد المسيحي من الرومان ليهم، واتخذوا المكان ده كملجأ ليهم كحمايه يعني. ولحد النهارده عايز اقول لحضرتك ان في اجانب كتير جدا بتزور المكان دوت. يمكن من اقدم الكنائس اللي اتبنت يمكن في العالم هي كنيسه الخروج اللي مبنيه هناك في الواحات شمال المعبد.
فطبعا زي ما قلت لحضرتك المنطقه طبعا طيب ترتيب هذا المعبد من حيث الاهميه بين الاثار المصريه. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك اهميته بتكمن ان هو الاثر الباقي الوحيد من العصر الصاوي اللي هي العصور المتاخره اللي هو العصر الفارسي والبطلمي والروماني. يعني يعتبر حديث نسبيا عن المعابد اللي موجوده طبعا في الاقصر واسوان. بالظبط. طبعا دي بتعود الحقبات الدوله الوسطى والقديمه والحديثه، ولكن العصر الصاوي يخلو من المعابد المخصصه في الفتره دي، لكن معبد هيبس يعتبر المعبد الاثري الوحيد اللي موجود للحقبه الزمنيه، ولكنه يحتفظ بنفس الخصائص الفرعونيه، نفس الخصائص المصريه، طريق الكباش والبهو وقدس الاقداس ارتفاع الاعمده. بالظبط. بالظبط. هو يمكن اللي اثر فيه كمان عمليه الترميم زي ما قلت لحضرتك، التغيرات الجيولوجيه في المنطقه، عمليه اتحركت الرمال في المنطقه طبعا نتيجه المياه الجوفيه وتم شفطها طبعا. زي ما قلت لحضرتك في مياه جوفيه كتير جدا في المنطقه ديت، فهو ده اللي كان اثر عليه. فالحمد لله انه تم الترميم يعني بطريقه جيده. لكن حاليا ما فيش مياه جوفيه. لا ان شاء الله تمام، مفيش اي مشاكل باذن الله، ونتمنى ان يعمل عمليه جذب سياحي في المنطقه ديت، ومنطقه الصحراء الغربيه كلها لازم نستغلها، يعني اتمنى ان يبقى في استغلال اكتر من كده ليها. هو اكيد بعد افتتاحه هيكون هناك حركه سياحيه ويدخل ضمن البرامج السياحيه المقبله. اكيد، لان طبعا الاجانب بيهتموا جدا بالعصور ديت، العصور المتاخره، وزي ما قلت لحضرتك مدينه الباكوات او مستعمره الباكوات بتهم قوي الاجانب، لانها تعتبر برضو من اقدم الكنائس اللي تم بنائها هناك، ودي كانت زي ما قلت لحضرتك كانت مستعمره يعني هرب منها المسيحيين من الاضطهاد الروماني في الفتره ديت، فدي اللي بتهم السائح او الجزء ده. زي طبعا عندنا الطبيعه الجميله الخلابه هناك في الصحراء الغربيه، يعني هي بتبعد عن اسيوط حوالي 260 كيلو تقريبا، يعني الواحات بتبعد عن اسيوط. بتبعد عن اسيوط، في دي غير الواحات البحريه اللي هي بتبعد عن الجيزه 300 وشويه، دي بتبعد عن اسيوط حوالي 260 كيلو. نعم. احنا عندنا الواحات الداخله والخارجه والواحات البحريه. ايوه. يعني هيعطي عمق اهتمام ايضا بالمنطقه. طبعا، وفي السياحه العلاجيه هناك، الرمال، وعندنا الصحراء البيضاء والصحراء السوداء وجبل البلور هناك، احجار بلوريه، وفي النحت الطبيعي، يعني عوامل التعريه، نحت مناظر جميله جدا خلابه في الصحراء، يعني الصحراء الغربيه بيهتم بها الساحل الاجنبي جدا، لان لا يوجد في اي مكان في العالم فيه الجمال دوت. ونعتذر عن العطل، ومعنا الأستاذ عماد مهدي عضو اتحاد الأثريين والباحث الأثري. أستاذ عماد بنرحب بيك وصباح الخير. صباح الخير لحضرتك. أستاذ عماد، يعني بمناسبة العيد القومي لمدينة الأقصر وذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، أعلن وزير الآثار عن افتتاح العديد من المقابر الأثرية هناك، فماذا عن هذه المقابر وهذه الاحتفالية؟ هي طبعا يعني مجهود مشكور لوزاره الاثار في الفتره الماضيه ديت، افتتاحات كتير جدا، ونتمنى ان هي تزيد في الفتره القادمه. هي هم 3 مقابر للنبلاء والافراد في الاسره 18 في الدوله الحديثه. هي مقبره حوي، ده كان حاكم اقليم كوش او بلاد الجنوبيه في عهد توت عنخ امون، ودي المقبره رقم 40. والمقبره الثانيه رقم 277 دي مقبره كاهن وحارس قصر الملك امنحتب الثالث اللي هو والد اخناتون، وكان المدعو اسمه امون ام انت. والمقبره الثالثه لامون ام حب، وده كان كاهن وراعي لمشيئه امون في طيبه. فدول 3 مقابر للافراد، ودول بيهمونا احنا كباحثين عن مقابر الملوك، لانها بتتميز بنقوشها عن تسجيل الحياه اليوميه في مصر القديمه. استاذ عماد، هذه المقابر تم افتتاحها بناء على يعني اكتشافها لاول مره ام هناك اعمال تطوير؟ لا، دي حضرتك عرض لاول مره، دي من اكتشافات البعثه المصريه، دي اول مره تعرض للجمهور وتفتح رسميا. انما في مقبرتين تانيين للملك حور محب والملك تحتمس الثالث اللي هو جحوتي، جحوتمس بالتسميه الصحيحه ليه، يعني عشان نكون دقيقين في التسميه. وطبعا الملك تحتمس الثالث ده من اعظم الملوك في مصر القديمه في عصر الدوله برضو الحديثه، اللي هو كان اشهر امبراطوريه او اقدم امبراطوريه في مصر القديمه. المقبرتين دول اتفتحوا بعد عمليات الصيانه والترميم ليهم، وفي نفس الوقت هتتقفل مقبره رمسيس الثالث والتاسع برضو عمليه الصيانه في نفس المنطقه. ايوه. فاحنا اللي يهمنا في المقابر الجديده الافراد زي ما قلت لحضرتك اللي هي النبلاء، ان هي بتسجل الاحداث اليوميه او الحياه اليوميه في مصر القديمه. بتختلف يعني عن عادات وتقاليدهم في مصر القديمه واهم التواريخ.
ايوه، اهم التواريخ والعادات اليوميه في مصر القديمه، ان دايما مقابر الملوك بتهتم بالاحداث السياسيه والتاريخيه والعسكريه والدينيه، انما مقابر الافراد والنبلاء بتسجل لنا ادق التفاصيل عن حياه المصري القديم، فدي بتهمنا احنا كباحثين. وطبعا لما تبقى في مقابر جديده بتضيف الينا العديد من الامور اللي كانت مخفيه عنا مثلا في الحياه اليوميه في مصر القديمه. بالطبع، يعني كما هناك أهمية لكم كباحثين أثريين، بالطبع هناك أهمية كبرى من الجانب السياحي، ونقول الجذب السياحي وفتح آفاق أخرى جديدة. اكيد طبعا، ده حضرتك بيعمل عمليه جذب سياحي، ونتمنى ان الهيئه العامه للاستعلامات تبدا بقى تشتغل عمليه الترويج السياحي دي في شتى دول العالم. طبعا الاجانب بيهتموا قوي برضه بالاكتشافات الحديثه او الجديده بالنسبه للمقابر بالذات في منطقه طيبه يعني. ايوه. وطبعا في جديد برضه هيئة آثار الأقصر أيضا في هذا النطاق، يعني تشجيعا منها على السياحة وجذب الأجانب والمصريين، فتحت مقبرة توت عنخ آمون للزيارة مجانا. بالظبط لمده 6 شهور، وكمان المقابر الجديده دي برضو هتنضم ليها بنفس تذكره دخول المنطقه لمده 6 شهور. ده في اطار برضو عمليه الجذب السياحي بمناسبه برضو ولاد القوم لمدينه الاقصر. يعني أستاذ عماد مهدي عضو اتحاد الأثريين والباحث الأثري في هذا النطاق، بالطبع هناك تنشيط أيضا للقائمين على العوامل الأخرى بجانب الآثار كالعاملين هناك، كالبازارات، يعني في تنشيط من كافة الجوانب. اكيد طبعا، وكمان الجديد حضرتك ان في حوالي 3000 قطعه اثريه من مخازن الاقصر هيتم عرضها في المتحف الجديد، ودي برضو عرض لاول مره، منهم حوالي 600 قطعه خاصه بالملك توت عنخ امون. فدي برضو يعني خطوه ايجابيه جميله جدا، يعني 3000 قطعه رقم كبير يعني من الاثار اول مره تعرض للجمهور، ودي ان شاء الله هيتم عرضها في المتحف المصري الكبير باذن الله. طب ان شاء الله. يعني اكتشاف مقبره توت عنخ امون كان يوم 4/11 سنه 22، وهذا التاريخ هو يعني الذي يمثل العيد القومي لمحافظه الاقصر، مظبوط؟ بالظبط مظبوط. هو طبعا الاقصر خدته كعيد قومي ليها، طبعا كان اهم الاكتشافات في القرن العشرين اكتشاف مقبره توت عنخ امون، لان تعتبر المقبره الوحيده اللي تم اكتشافها كامله دون ان تمدها يد اللصوص، فعلى تاريخ المستوى يعني التاريخ المصري بالكامل جميع المقابر دي المقبره الوحيده اللي تم العثور عليها كامله باختامها على البوابات بتاعتها. تمام. الأستاذ عماد مهدي عضو اتحاد الأثريين والباحث الأثري، بنشكرك شكرا جزيلا. عفوا يا فندم. ألف شكر. على أرضها تمخطر يا اسطى بالمبسوطين آخر بسطة، على أرضها تمخطر يا اسطى بالمبسوطين آخر بسطة، ولف بينا أيوة الله أجمل مدينة أيوة الله، ولف بينا أيوة الله أجمل مدينة أيوة الله، مش برضو منها علي من وسطة نردها لك في الأفراح، ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا. ينحط من تحتها شرطة، الأقصر بلدنا على الخرطة ينحط من تحتها شرطة، شايفين مكانها أيوة الله ما بين جيرانها أيوة الله، شايفين مكانها أيوة الله ما بين جيرانها أيوة الله، زي الشموع حوالي التربة والشمس تطلع كل صباح بفرحة وبدمع تروح لفراق بلدنا.